السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق جلابي، تعلم برمجة الميكرو كنترولر ببرنامج فلو كود. اليوم جبت لكم درس جديد وراح يكون شيق بإذن الله. الدرس عبارة عن كيفاش نستعملوا الانتربسيون أو المقاطعة في الميكرو كنترولر من خلال برنامج فلو كود. الدرس تاعنا راح يكون أيضا عبارة عن مشروع اللي يحب ينفذه راح يقدر يستفاد منه ان شاء الله، اللي هو كيفاش نستعملوا تصفيق في التحكم بمصباح غرفة النوم، اللي هو مثلا مصباح كما هذا اللي راح نشاهدوا تجربة من بعد. يعني اللي يحب يطبق المشروع ويستفاد منه في الدار تاعو راح يكون مشروع ناجح بنسبة 90%، وراح ان شاء الله يفرحكم. تابعوني باش نشوفوا الدرس ان شاء الله. كما قلنا في بداية الدرس راح يكون المشروع تاعنا كيفاش نتحكموا في المصباح عن طريق التصفيق. عندنا هنا الميكرو كنترولر، وعندنا هنا هذا الجزء من التركيب اللي رايح يحول لي انا الموجة الصوتية القصوى اللي عندي الى 5 فولت. هذا الترانزستور تاع النهاية اللي رايح يحط 5 فولت من RB0. عندنا زوج ترانزستور يتلقى الإشارة من الميكروفون ويمدها لترانزستور واحد آخر اللي يحولها ل 5 فولت إلى RB0 اللي هي وين راح يكون الانتربسيون، وين راح تكون المقاطعة، لأنه عندنا في مجموع المقاطعات اللي في الميكرو كنترولر من بينها في الرجل RB0. احنا واش راح نديرو كي تكون عندنا موجة صوتية في هذا المستوى، لحظة التصفيق راح تطلع لمستوى واحد آخر ومن بعد تولي تعاود ترجع. احنا في هذا نستغل اللحظة تاع الصعود تاع الموجة الصوتية وين نخرجوا 5 فولت للرجل RB0. تسمى المشروع تاعنا راح يكون فيه 3 أجزاء نقدروا نقولوا: الجزء تاع الميكرو كنترولر، الجزء تاع تلقي الصوت، والجزء اللي يدير المخرج للمصباح، المصباح النهائي. عندي الميكروفون، عندي ريزيستونس 100 اوم، ريزيستونس 1 كيلو، 4.7 كيلو، ترانزستور 470 اوم، 1 كيلو، 5 فولت. عندنا 5 فولت ثاني، ترانزستور 4.7 كيلو لاماس مربوطين مع رجل RB0. RB7 يروح مع ريزيستونس 1 كيلو مع ترانزستور BC 337، وهذا BC 337 وهذا BC 337 وهذا كذلك. ترانزستور هذا اللي مربوط مع الرولي مع لابوبين للكوليكتور، عندنا داخله 12 فولت في البوبين، ليميتر تاعو على ماس. مع الترانزستور هذا ريزيستونس 1 كيلو. الخرجه تاع الرولي، الارجل تاع الرولي عندنا 220 للمصباح. هذا هو تركيبه سهله ما فيهاش بزاف. بلا ما ننساو ربط تاع الكوارتز ولي سيراميك 22 بيكو وماستر كلير مع 1 كيلو. هذا هو الرسم كيما راه، هزوه وطبقوه كيما راه بلا ما تغيروه حتى تحط البرنامج نتاعك في الميكرو كنترولر. ومن بعد كل ساعه راك تشوف لي ريزيستونس هذو تغيرهم كيما حبيت انت. تحب تغير في 470، تحب تغير في 1 كيلو، دير التركيبه اللي في راسك. تحب تخدم فلاتر، يعني دير فلتر بلي سيراميك ولا بلي كوندونساتور، دير واش حبيت. المهم انه تبدا الفكره من هنا ومن بعد تولي تغير في هذه التركيبه هذه كيما حبيت انت. ماشي تركيبه ماشي واجبه هذه. ننتقل الان الى الدرس برنامج فلو كود. بعد ما نفتح برنامج الفلو كود ونختار الميكرو كنترولر ونختار سرعه الكريستال، الان نتطرق الى الفكره الاساسيه للبرنامج. احنا نحوسوا نستعملوا الانتربسيون في البورت B0 باه ننفذوا عمليه معينه. واش لازم نديرو؟ لازم اولا في الفولو كود نروحوا للايقونه المسؤوله على الانتربسيون
بالسحب والإفلات نحطوها هنا، دوبل كليك عليها. الميكرو كنترولور فيه مجموعة من المقاطعات، احنا نستعملوا المقاطعة اللي رايحين نحتاجوها، وهي انتر بزيرو. هنا مكتوبة انتر زيرو بين. كي تصرى انتربسيون في مستوى الرجل ار بي زيرو، رايح الميكرو كنترولور يعيط البرنامج الفرعي اللي حنا رايحين نكتبوه. باش نكتبوا هذا البرنامج الفرعي نضغطوا على اوكي اند ايديت ماكرو. نسميو الماكرو نتاعنا مثلا الومي لا لامب ونديرو اوكي، ومن بعد نزيدو نديرو اوكي ايديت ماكرو باه يخلق لنا البرنامج الجديد، والله وين نكتبوا البرنامج الجديد. اذا البرنامج الرئيسي هنا خلصناه، ما نزيدوش نديرو معاه حتى حاجه. البرنامج الفرعي نتاعنا نحتاجو الاداه شرطيه. الاداه الشرطيه هذه رايحين نربطوها بمتغير، نروحو نحدو المتغير نتاعنا نسميوه، يكون متغير جديد نسميوه بار بورت مثلا، نعطيوله القيمة الابتدائية 0، ونروحو للأداة الشرطية نحطو المتغير نتاعنا بالشرط اللي نحوسو عليه، نعطيوه قيمة 1. إذا كان المتغير تاعنا يساوي قيمة 1، إذا كان المتغير تاعنا في القيمة الابتدائية عطيتها له أنا تساوي 0، إذا أول انتربسيون راح تصرى راح يكون المتغير تاعنا القيمة تاعو تساوي 0. إذا العكس تاع يس نو معناته المتغير تاعنا يساوي 0. نروحو للقيمة نتاع ار بي سات اللي هي البورت بي سات، نعطيوه القيمة 1. إذا في الانتربسيون الأولى خلاص اللي رايحة تكون هي نقطة البداية، رايح المتغير يكون كبداية يساوي 0. إذا ندي أنا القيمة تاع بي سات نعطيها قيمة 1، نديرو أوكي. إن شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه النقطة بالذات، ولا ما فهمتونيش عاودوا الفيديو وعاودوا ركزوا مع الكلام تاعي دوك تفهموني. بعد ما القيمة تاع بيسات دات 1 مباشرة بعدها نغير القيمة تاع الفاريابل، لأنه نحتاجو المرة الجاية كي يعاود يرجع من لانتربسيون لازم يعاود يرجع بقيمة مغايرة باه يسلك الطريق الآخر باه يحقق الشرط الدوزيام. يعني لكان كانت بي سات تساوي 1 لازم تولي تساوي 0. إذا نروح للعملية الحسابية، نحط الفاريابل تاعي نعطيله قيمة تساوي 1. إذا الفاريابل تاعي هنا يساوي 0، كي عاد يساوي 0 لازم يغير لي بيسات إلى رقم 1 ويولي عاود يدي القيمة 1. هذا المتغير. بنفس العملية راح يكون راح يكون النقيض تاعها فقط هذا مكان. بورت بيسات تدي القيمة 0، بما أنه هنا دات القيمة 1 هنا تدي القيمة 0، والفاريابل العكس ثاني، رايح الفاريابل يساوي 0 لأنه في هذا المسار عندنا الفاريابل يساوي 1 النهاية تاعو لازم يكون يساوي 0. بعد ما خلصنا الشيء الأساسي في البرنامج يبقاو لي زوج حوايج. يبقى لي أني ندير تأخير زمني قبل ما يدخل الميكرو كنترولور في البرنامج الفرعي،
وندير تاخير زمني بعد ما يخرج الميكرو كنترولور من البرنامج الفرعي في المقدمه تاع البرنامج الفرعي وفي المؤخره تاعو. في المقدمه تاع البرنامج الفرعي التاخير الزمني اللي راح يصرى هو تاخير جمالي فقط، يعني ما عنده حتى معنى الا انه يزيد جمال العمليه برك. كي ندير انا تصفيق كيما هكذا، الميكرو كنترولور سريع وتحبوا تجربوها وقت تشوفوها. الميكرو كنترولور سريع مع دير تصفيق رايح مباشره يشعل المصباح، وانا حب يدير شويه تاخير باه العمليه تجي عندها رونق كيما نقولوا، تكون جميله، فكره مليحه. اذا التاخير الزمني هذا جربوه نتوما كيما حبيتوا، ديروه 0، ديروه 100، ديروه 150، 300، 400 ميلي سكوند، ما يهمش، المهم جربها كيما تحب وكيما عجبتك خليها. انا عجبتني 150 ميلي سكوند، ندير 150 ميلي سكوند وانتوما دبروا راسكم. نديروا اوكي. هذا تاخير زمني قبل ما يدخل في اشعال او اطفاء المصباح، ونزيدوا تاخير زمني كما شفنا المره اللي فاتت في الايقونه تاع الزمن، نديروا عفوا 300 ميلي سكوند. تاخير الزمني تاع 300 ميلي سكوند هذا ماهوش تاخير جمالي، ما عندوش علاقه بالجمال تاع العمل. هذا 300 ميلي سكوند راهي عندها علاقه بالرولي اللي راه مربوط مع لا لومب. دونك مثلا انت العمل تاعك هذا تحب ديرو كيما راه في فيوز دو نوي وتجمل كلش في بعضاه داخل القوقعه تاع الفيوز، رايح الرولي يكون عنده صوت يسمعوا الميكروفون اللي راك نديرو انت في الفيوز. واش معناته انت كي دير تصفق الرولي راح يدير تراك، اللحظه هذيك اللي يدير فيها الرولي تراك يعاود يمد الامر للميكرو كنترولور ويقعد يدور في حلقه وما ماناش رايحين نخرجوا، العمل تاعك راح يفسد. اذا التاخير الزمني هذا باهي اي بارازيت ولا الرولي ما ياثرلكش على العمل تاع الميكرو كنترولور، خاطرك راح يعاود يرجعوا من الانتربسيون. اذا 300 ميلي سكوند، حتى هذه 300 ميلي سكوند خيروها نتوما كيما تحبوا. جرب 200، جرب 0، جرب 100، جرب 1 ثانيه كيما حبيت. المهم التاخير الزمني هذا انت كي دير التصفيقه تاعك من بعد في اللحظه اللي خيرتها انت، هذيك المده الزمنيه اللي خيرتها انت لاش تو دير التصفيقه، الميكرو كنترولور موش راح ينفذ لك حتى حاجه لانه راه عالق في الزمن اللي عطيته له، تسمى باش دير حسابك. الان خلصنا العمل تاعنا هذا ما فيه والو، خلاص نسجل البرنامج نتاعنا وندير كومبيلاسيون، ومن بعد نهز الملف الهاكس نحطه في الميكرو كنترولور. واللي ما شافش طريقه الاختيار تاع الميكرو كنترولور والسرعه تاع الكوارتز وكيفاش نحمل برنامج الهاكس الميكرو كنترولور، يعاود يشوف الدروس اللي فاتوا رقم 1 ورقم 2 باش يقدر يفهم واش رانا نقولوا درك. خلاص دوك راني خلصت العمل تاعي، دوك نحطه في الميكرو كنترولور ومن بعد ان شاء الله شوفوا معايا الفكره تاع البرنامج كيفاش جسدناها. الان بعد ما قمنا بتركيب الدارة كما شفتوا قبيل في السبوره، نوضح بعض النقاط. ميكروفون بورتابل، تليفون بورتابل، تقدروا تشريوه من عند اللي يبيعوا تليفونات بورتابل. لي ترانزستور اللي عندنا بي سي 337 وبي سي 337، عندنا 3 بي سي 337. عندنا هنا رولي تاعنا جي زد سي 42 اف، هذا نحيته من تلفاز قديم.
وترانزستور هذا سي 3807. هذه التركيبه. هذا الرولي كي ندير انا الكلاك يشعل المصباح، راكم تسمعوا الكلاك تاعو ان شاء الله. نورمالمون كلش راكب كيما راكم تشاهدوا. وصلنا الى نهايه هذا الدرس. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا واش كاين فيه معلومات قدر المستطاع. واللي ما فهمنيش سواء من الجزائريين ولا من العرب، نتمنى يكتب تعليق يخلي فيه السؤال تاعو، وانا ان شاء الله نقدر من خلال التعليق نقدر نفهمك واش ما فهمتش. ولا كان حبيت دير فينا مزيه ولا تعاون في نشر العلم، اشترك بالقناه وانشر الفيديو. وشكرا جزيلا والى اللقاء.